يا صاحبي، خليني أسألك سؤال كده على السريع. عمرك قعدت قدام الكشكول بالساعات والنتيجة ولا كلمة دخلت دماغك؟ إيه؟ وفي الآخر تلاقي صاحبك اللي ذاكر ساعتين بس فاكر كل حاجة وداخل اللجنة مطمن كأنه كاتب الكتاب؟ طب إزاي ده بيحصل؟ وإزاي إحنا ممكن نعمل زيه؟ استنى قبل ما أقولك السر ده. لو انت عايز تعرف اسرار المذاكره الذكيه وتحقق نتيجه بوقت اقل، يبقى لازم تعمل لايك للفيديو دلوقتي وتدوس سبسكرايب للقناه، عشان عندنا حلقات جامده جدا جايه هتفرق معاك في دراستك. بص يا معلم، المذاكره مش بطوله مين يقعد اكتر، يعني مفيش ميداليه ذهبيه لمين يقعد 10 ساعات قدام الكتاب من غير فايده. السر كله في انك تذاكر بذكاء. تعال نكسر لك الموضوع لخطوات بسيطه، لو مشيت عليهم هتلاقي وقتك قليل بس تحصيلك جامد جدا. الخطوه الاولى: قسم وقتك صح. تقنية الطماطم اسمها بومودورو تكنيك، يعني تذاكر 25 دقيقة تركيز كامل وبعدها تاخد 5 دقايق بريك. بعد 4 مرات خد بريك أطول 15 أو 20 دقيقة. الفكرة إن مخك مش ماكينة، لازم ترتاح عشان يعرف يخزن المعلومات. الخطوة التانية: المراجعة النشطة مش البص. الفرق بين إنك تقرأ الصفحة 10 مرات وبين إنك تسأل نفسك سؤال من الصفحة وتجاوبه. المراجعة النشطة بتخلي المعلومة تثبت في دماغك أكتر بكتير. يعني اعمل امتحان لنفسك حتى لو بسؤالين صغننين. الخطوة الثالثة: راجع على فترات. Spaced repetition. ما تستناش ليلة الامتحان وتضغط نفسك. ذاكر شوية النهاردة، ارجع بص عليهم بكرة وبعدين بعد أسبوع. المخ بيحب التكرار المتوزع مش الضغط مرة واحدة. الخطوة الرابعة: علم غيرك أو احكي بصوتك. في مقولة بتقول لو عايز تفهم حاجة كويس علمها لحد تاني. جرب تشرح الدرس لصاحبك أو حتى الاستكمال مرسوم على الورقة، ساعتها هتعرف إذا كنت فاهم فعلا ولا لأ. الخطوة الخامسة: النوم مش رفاهية. الطلبة اللي بيسهروا لحد الفجر قبل الامتحان بيظلموا نفسهم. النوم بيساعد دماغك يرتب المعلومات ويخزنها، فبدل ما تذاكر 8 ساعات وانت نايم على الكتاب، نام 7 ساعات وصحصح ساعتين تركيز، النتيجة هتكون أفضل. يبقى السر مش إنك تذاكر أطول، السر إنك تذاكر أذكى. قسم وقتك، ذاكر بتركيز، راجع على فترات، اختبر نفسك ونام كويس. جرب الطريقة دي أسبوع واحد وهتلاحظ الفرق بنفسك. ولو حاسس إن الكلام مفيد يبقى لازم تدوس لايك دلوقتي وتشترك في القناة، عشان جايلك بحلقات تانية هتخلي المذاكرة لعبة مش كابوس. خليك فاكر يا صديقي، مش مين يقعد أكتر، مين يذاكر أذكى.